Wakaful Mustafa kalwardinari.
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من كل فالأحد والمدتين إلى روحهم هني طمنا حافظنا بسببهم خصوصا إلى رحمة الحي القيوم دمياتي بن مدوسين وساتيم binti Tramidi wa Sumarsi binti Tramidi wa Sumardi binti Dimyati wa Sujiyati binti Dimyati wa Suraya bin Dimyati wa Syukri bin Dimyati wa Raliyah binti Dimyati wa Suwarsa bin Dimyati wa Imam Sugri bin Sarrahman wa Hirwirwa bin Sawijan wa Rusli bin Haji Wahab wa Emilda binti Haji Gani wa Haji Dharma binti Abdullah Sa'id wa Busragani bin Haji Gani wa Sumaylaru khususan Sayyidul Hal Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syabkan Salim Al-Imam Al-Habib Hamid bin Ali bin Abdullah bin Al-Haddad Wasama ila khususan ila rahmatul qayyum Syarifah Nur Lailah binti Mustafa Al-Idrus Asabakumullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نثني عليك أنت كما أثنى على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ذرة الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم أثب مهد فضلك وجودك وكرامك ثواب وقرأنهم القرآن العظيم وما قلناهم من قول لا إله إلا الله وما قلناهم من قول سبحان الله بحمده وما قلناهم من قول يا الله يا الله ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسولك قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا المعين من حجر الله عمر بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا مسعود الأعظم المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولود دبيلة وابنه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر علي الدروس وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله علي الدروس الأدني وسيدنا مفخر وجوش أبو بكر بن سالم أخي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي وصيب صيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفر مولى العاشي والحبيب يوسف بن عبد الحسن ثم إلى روح كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارز ثم إلى روح سيدنا الإمام الكتب الإرشاد وغوث الإبل وأبي الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وسيدنا علم على في بالله كتب الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصوله وفروعه وتلاميذه ثم إلى روح سيدنا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وابنه الحبيب شيخ وإخوانه وأصولهم وفروعهم إلى أرواح كافة أولئك أجمعين أينما كانوا وكان أرواحهم ثم إلى أرواحهم من اجتمعنا هنا بسببه الحبيب حامد الحداد ومن ذكره من قبله وأصولهم وفروعهم ومنتسب إليهم أجمعين خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالدك وأمواتنا وأمواتك وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم من نور يتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وشرا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزله وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلف بأولادهم ومن انتسب إليهم بالخلاف الحسنة والعاقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أضى وإذا استئنا عن اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بصالحة أعمالنا وأعمارنا والإيمان والإسلام جميع توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيينا عليها يا حي وأمت عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أن الله يحنن الفاتحة لقراءة المولد بذكر مولد الشافي
الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شهاب بن سالم بن شهاب بن سالم أن الله يحنن روح حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم علينا ويبارك فينا وفي منازلنا وديارنا وحاراتنا وبلداننا وزمننا وأهل زماننا ويجعل لنا ولهم نصيبا وافرا من رسوله ومن مصطفاه ومن صفوته من خلقه إيمانا به ومحبة له وتعظيما له وتصديقا به وبما جاء به ويقينا بما بلغه وإجلالا لقدره وولاء له ورغبة في لقائه ومرافقته صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه ويوفر حظنا من كل تلك المواهب والمنن ويصلح لنا السر والعلن ويجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه ويثبتنا على قويم طريقه ويثبتنا على منهج الأقوام ويحمينا به من الآفات ويفرج كروب أمته ويجعلنا وإياكم في خيارهم وأنفعهم ولهم في عافية وعلى هدينيهم إسلامنا وسلافنا وصالحون إنك لت المولد وقد قصدنا ومدر مطلب مرهم روين وإدخلنا في نياتهم وأمرنا في أمم وسلم على هدينيهم وكل تنسال مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمام صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمام السلام عليك السلام على المضلل بالغمام صلى الله عليه السلام على المضلل بالغمام صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من ذلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشاف خصنا وهبانا صلى الله عليه ما إلى الأطهار معدنا سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همادة أصحابه اللواه عنوانا صلى الله عليه فالتابعين لهم بصدق ما هدى هد المودة هيج الأسجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعاشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتكن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشافي وارحل آذانا صلى الله عليه فانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر قلبك يمتلئ وجنانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين تراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي من لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإله صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا مولا عناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا مولاي نال خاطرك معنا يا مولاي نال خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا سلبت ليلى
مني الأقلام سلبت ليلى مني الأقلام يا ليلى ارحم القتلى يا ليلى ارحم القتلى يا مولاي نار خاطرك معنا يا مولاي نار خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا إنني هائم ولها خادم إنني هائم ولها خادم أيها اللائم خليني مهلا أيها اللائم خليني مهلا يا مولاي نار خاطرك معنا يا مولاي نار خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا أيها العاشق انت كن صادق أيها العاشق انت كن صادق لسوى فارق واغنم الوصلة لسوى فارق واغنم الوصلة يا مولاي نار خاطرك معنا يا مولاي نار خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا الصلاة دائم لأبي القاسم الصلاة دائم لأبي القاسم من بني هاشم سيد الرسل من بني هاشم سيد الرسل يا مولاي نار خاطرك معنا يا مولاي نار خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا سلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكسب بينها لنا تبيانا.
أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به أم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن حاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة عسوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف اعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمين شرف الأكوان صلى الله عليه. بالتهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المهاض فأدرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهاد فوقت ميلاد مشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
بسلام عليك صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواهي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كيسة أصنام شركين وبنا شركي تصدى ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى قدها من هول أفواه يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لها أنت فتسجد مرحبا وتنادى فتشفى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن
نسأل يا الله وإله العرش اسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا عظيم المن يا رب مرحبا مرحبا يا مرحبا شملنا بالمصطفى اجمع مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بالرسول مرحبا يا مرحبا مرحبا بالقرب منه والوصول مرحبا يا مرحبا وبه فانظر إلينا مرحبا مرحبا يا مرحبا واعطينا به كل مطمع مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالرسول مرحبا يا مرحبا مرحبا بالقرب منه والوصول مرحبا يا مرحبا وكفينا كل البلايا يا الله مرحبا يا مرحبا وادفع الآفات وارفع يا الله مرحبا يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالرسول مرحبا يا مرحبا مرحبا بالقرب منه والوصول مرحبا يا مرحبا اسقنا يا رب اغثنا يا الله بها ينحط ليهما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الحادي محمد يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي المشفع يا الله وصلاة الله تغشى يا الله من له الحسن تجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي مشفع يا الله أحمد الطهر وآله يا الله والصحابة مثل شاء يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي مشفع يا الله صلوا على محمد صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelum kami melanjutkan acara, dimohonkan bagi jamaah untuk mengisi musola. Masih banyak yang kosong. Mungkin yang di luar atau yang belum dapat tempat duduk, musola masih kosong. Jatuhi merapat masuk ke dalam. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak RW 12 Haji Zulkifli yang telah hadir, kemudian Ketua RT 37
Bapak Haji Hidayatullah, RT 38 Bapak Rahmadi, dan RT 39 Bapak Kandirin. Dan wabil khusus tamu kita pada malam hari ini Hadratul Habib Abu Bakar Ibn Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama dengan kita, yang mana beliau berasal dari negeri Yaman, Hadramaut, yang insyaallah sebentar lagi akan memberikan nasihatnya kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berdiri di sini pertama mewakili tuan rumah Bapak Haji Muhammad Agil mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, menyampaikan permohonan maaf yang mungkin selama pergaulan ada di sini, antum semuanya yang hadir, yang tinggal di sini mungkin merasakan ada kesalahan atau ada khilaf baik dalam ucapan, perbuatan dan tingkah laku. Maka kami mewakili tuan rumah sekeluarga besar memohon minta maaf, memohon ridhonya, dan kami pun mengucapkan syukur terima kasih terhadap antum sekalian, wabil khusus warga Jalan Ogan yang telah hadir malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk berkumpul dalam acara halal bihalal. Dan inilah insya Allah halal bihalal yang halal, karena ada juga halal bihalal yang haram, ya halal bil haram. Jadi halal bihalal tapi dalamnya isinya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini selain mewakili Sahibul Bait menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf, kami pun ingin menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama tadi telah kita awali dengan Yasin dan Tahlil beserta doa arwah yang telah kita bacakan bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Ad-Diyaul Lami yang tadi telah selesai dengan ditutup dengan doa. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari tuan rumah yang akan diwakili oleh kami sendiri yang tadi telah disampaikan. Yang keempat adalah sambutan dari warga Jalan Ogan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Kadir Hasani. Setelah itu acara akan berjalan dengan sendirinya, dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar Ibn Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang akan diterjemahkan oleh dua orang penterjemah. Yang pertama yaitu As-Sayyid Al-Ustad Rafiq bin Rushdi Al-Kaf dan Al-Habib As-Sayyid Abu Bakar Al-Bin Hamid. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Kadir Hasani, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarraqa mubarakan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama dan paling utama, memohonkan kepada RW 12, RT 37, 38, 39 yang pada hadir pada malam ini, para habaib yang sangat kami hormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama untuk senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-10 daripada bulan Syawal. Kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah di rumah Adinda Haji Muhammad Ragil keluarga besar. Mudah-mudahan pertemuan dan kebersamaan kita ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan sedua ini mendapat perpisahan yang mendapat petunjuk dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin Allah, yang pertama dan paling utama kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan tulus dalam lubuk hati kami atas keluarga besar Adinda Muhammad Ragil sekeluarga besar yang telah mengundang warga kami
RT 37, 38, 39 dan RW 12. Alhamdulillah sebagian sudah banyak hadir. Dan karena kami ini banyak yang sudah tua, banyak tua yang di atas 60 apa yang 70, kadang-kadang mungkin tak sampai selesai kami meninggalkan. Karena kadang-kadang ya kepala 2 jam dah tahan lagi kan. Nah ini kan yang muda-muda ni umur 20, 30, 40 dan Nabi pun cuma 63 tahun kan. Kami terima kasih ada yang itulah hampir 80 kan. Nah itu kan. Oleh karena itu Bapak sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluarga besar ini telah mengundang kami dari 3 RT RW 12 Kelurahan Bukit Lama. Yang pertama kami mengucapkan mungkin ada hal pada malam hari ini, malam yang ke-10 kita bersilaturahmi. Katuang mungkin Habib yang tahu silaturahmi, sila dan rahmi. Sila itu menyambung, rahmi kasih sayang. Jadi malam hari ini kita pertama menyambung kasih sayang terhadap RT, RW 37, 38, 39. Mungkin yang dapat, walaupun kita satu keluarga, kadang-kadang tidak sampai kita saling memaafkan. Tapi halal bil halal ini kata halal ya halal halalun. Kita memaafkan mungkin ada ucapan, tindakan, perbuatan, sikap. Tapi kalau utang tidak lunas, utang tidak lunas. Tapi kalau kita malam ini saling memaafkan. Lalu malam hari ini kita melihat satu tradisi yang disampaikan oleh para habaib. Mungkin kita dapat, tetapi kan kita ini kan yang nama lain ini kan. Kalau tahun 80-an nama kita nama Lobana Hadra kan. Perlombaan gitu kan. Palembang, Oki, OI, bahkan musibahnya nanti kan. Tapi beda lain. Oleh karena itu kepada saudara sekalian, pada malam hari ini kita bersilaturahmi antar warga dan juga bersilaturahmi kepada habaib yang hadir ke tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadiran para habaib ini. Mudah-mudahan memberikan contoh yang terbaik kepada kami, dan yang terbaik adalah orang yang melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, atqakum, yang terbaik itu orang yang bertakwa kepada Allah, bukan jabatannya tinggi atau orangnya dari mana, tidak, tetapi yang terbaik adalah orang yang melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada kami semua, mungkin adinda kami Ragil ini telah berkomunikasi di kami ini mendekati 10 tahun. Kami pun mungkin ada hal ucapan dan mungkin ada sikap dan perbuatan yang kira-kira kurang berkenan di hari dan bulan sangat mulia ini. Mari kita saling memaafkan. Kami telah membuka maaf yang sedalam-dalamnya atas ada keliruan, dan mungkin karena kita kadang ucapan ini melalui kadang HP kita kan, YouTube kita, ada WA kita, kadang-kadang ada terasa yang berdejut dalam hati kita. Malam hari ini mari kita saling memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saya bukan tadi, kami ini keluarga RT RW 12 ini mungkin datang ke sini dengan banyak cara, kan zaman ucapan dan langkah. Mungkin langkah kami tidak tepat sesuai dengan tradisi dan adat agama, atau ucapan kami yang mungkin agak terlalu tinggi atau kasar. Karena itu dari lubuk hati kami yang sangat dalam, melalui saya atas nama dari keluarga ini memohon untuk dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tentu para saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan. Tadi karena dia ini orang di luar kita, bahasanya bahasa Arab kan, karena memang Islam itu dari bahasa Arab. Kalau Kristen lain kan, dari Vatikan dengan beda kan. Tapi kalau kita dari bahasa Arab, karena kita tidak pandai berbahasa Arab, tentu tadi ada penerjemah. Karena itu mari kita dengarkan yang sempat, tapi andai kata yang tidak ketulung lagi nak balik, yuk silakan. Oleh karena itu sekalian, kepada keluarga sekalian, atas nama pribadi dan atas nama Ketua Masjid Jamiatul Mukminin, melalui malam yang sangat mulia ini, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, utamanya kepada dan Muhammad Ragil sekeluarga besar. Andai kata hal-hal yang tidak berkenan, tidak pada tempatnya, dari dalam lubuk hati kami untuk dimaafkan. Mana ada utang nak dibayar, dibayar. Utang tak boleh dibayar, cuman yang dimaafkan tadi yang kira-kira yang kecil, yang besar nak taubat gitu kan, nak taubat. Itu cara kita. Jadi sekalian, barangkali itu yang kami sampaikan kepada habib sekalian. Kami mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disuguhkan menjadi perhatian kami, dan pada gilirannya nanti kami ikut serta. Tapi kan warga kami ini biasa Pak kepala 9 tu nak balik tu lah, jadi kan itu.
Apalagi mungkin ada yang puasa tadi baru makan kurma 3 biji baik nak balik dia tadi kan itu tadi makan kurma tak boleh 3 biji kata Nabi kan, sebab kurma Nabi itu besar, 3 biji itu kenyang sebetulnya, cuman ada juga yang kecil. Karena itu Bapak sekalian, kami mohon andaikan ada warga kami yang mendahului daripada pada sekalian, itu bukan sengaja kami, tetapi karena mungkin tadi karena memang masih waktu kita puasa daripada bulan Syawal, mungkin ada saudara, adik dan teman kita yang sedang berpuasa sehingga tadi berangkat Isya baru minum banyak-banyak sehingga mungkin keroncongan je kita cacing di dalam sana berteriak. Nah sehingga Bapak sekalian, atas nama keluarga besar daripada Masjid Jamtiyatul Mukminin, andai kata ada hilaf dan ucapan serta langkah yang kurang berkenan, utamanya kepada para habaib, kepada keluarga rumah dan kepada semua handai yang hadir pada malam ini, dari dalam hubung hati kami yang dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan mudah-mudahan ampunan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Habib Abu Bakar memulai ceramahnya dengan mengucap segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. اجتمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أو البيت المبارك من أجل ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله. Berkumpulnya kita di tempat ini, di rumah yang diberkahi oleh Allah ini, untuk memperingati juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li tahniyatina wa farahina bil Eid alladhi marra bina, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'idhu alaina fi khairin wa sihhatin wa afiyah. Yang mana dengan berkumpulnya kita di rumah ini salah satu momen kegembiraan kita atas setelah lewatnya bulan Ramadan, dan inilah hari kemerdekaan kita, hari kebahagiaan kita. Insya Allah dengan hari kebahagiaan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menambahkan kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika minal khairi alladhi amarana Allah bihi biqaulihi ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan itu semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kebaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berbuat baiklah dan engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa hakadha al-mu'min daiman fi ahwalihi daiman la yaf'alu illa al-khair wa la yahrusu illa ala fi'l al-khair wala yuhibbu illa murafaqat ahlul khair. Dan ini adalah hakikatnya seorang muslim. Tidaklah kita mengaku seorang muslim kecuali kita selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan hal-hal yang di situ mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifah ahlul jannah kama dzakara an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hadits. Itu adalah sifat ahli-ahli syurga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة ما علامة الله في من يريد وما علامة الله في من لا يريد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati tentang ahli syurga tadi. Sahabat bertanya kepada
Rasulullah SAW memberikan kepada sahabat tentang bagaimana alamat Allah memberikan kepada orang yang ingin dan alamatnya Allah memberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الخير وأفرح إن فعلت الخير وأحزن إن فاتني الخير. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك علامة الله في من يريد بك الجنة ورضوانه سبحانه وتعالى ولو أرادك للنار والعياذ بالله ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tadi. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, bagaimana engkau bangun pagi? Kemudian para sahabat tadi menjawab, aku bangun pagi dengan kebaikan. Aku bergembira dengan kebaikan. Aku juga bergembira jikalau aku melakukan kebaikan tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, itulah tanda orang yang Allah inginkan di dalam kebaikan. Dan juga aku bersedih jikalau aku tadi meninggalkan kebaikan tersebut. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, itu adalah tanda jikalau orang yang ingin atau diinginkan oleh Allah ke dalam api neraka waliyadzubillah, dia akan meninggalkan kebaikan tersebut. ونحن وإياكم حضرنا هذا المجلس وهو من فعل الخير بلا شك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على محبة الخير حتى نموت على ذلك ونحشر مع أهل الخير. Dan kita semua adalah berkumpul dengan kebaikan. Perkumpulan kita adalah perkumpulan yang penuh dengan kebaikan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perkumpulan seperti ini, insya Allah kita akan kembali dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan kebaikan. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من محبة الخير ومحبة أهل الخير. Mudah-mudahan kita semua ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai kebaikan dan mencintai orang yang menyukai kebaikan. لأن المؤمن الإنسان يوم القيامة يحشر مع من يحبهم في الدنيا. Karena setiap manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintai. ولا بد لكل إنسان في هذه الحياة مؤمن أو كافر، مؤمن أو فاسق، عاصي أو طائع، مسلم أو كافر، كلهم عندهم محبة في قلوبهم، كلهم. ما حد يقول أنا ما عندي محبة في قلبي، كلهم عندهم محبة. لكن من الذي يحب الصالحين منهم يحشر معهم، ومن الذي يحب غير الصالحين يحشر معهم، نسأل الله العافية. Karena itu adalah hal yang harus yang ada di dalam dunia ini, maupun itu orang muslim atau orang kafir atau orang yang sering bermaksiat atau orang yang sering bertaat kepada Allah, maka mereka dipilih mana orang yang cinta kepada salihin, mana orang yang cinta kepada orang yang bukan saleh. Kalau dia cinta kepada orang yang saleh, maka dia akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang saleh, dan mana orang yang tidak cinta dengan orang saleh, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak saleh. لهذا قال يقول العلماء لا تصاحب في الدنيا إلا من يسرك يوم القيامة مرافقته. Yang mana salah satu ulama mengatakan di dalam syairnya, jangan pernah kalian berteman kepada seseorang yang kecuali ketika kalian berteman kepada beliau, kalian dibawa di dalam thariqah Nabi Muhammad SAW. هكذا كان الصحابي لما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، ماذا عندك من العبادة التي تستعد لها اليوم القيامة؟ قال أنا يا رسول الله ما عندي كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Maka Rasulullah menjawab ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang mata sa'ah, kapan itu hari kiamat ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, apa yang telah engkau siapkan? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tadi? Sahabat kemudian menjawab pertanyaan Rasulullah dengan, aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak banyak sholat, aku tidak banyak ibadah, aku tidak banyak puasa, tapi aku memiliki modal cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. هذا في الحديث الآخر يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو
عبد الله رجل ما بين زمزم والحطيم، يعني عند في مكان عند الكعبة الذي يغفر الله فيه الذنوب، عبد الله 70 سنة و40 سنة، لم يحشره الله سبحانه وتعالى إلا مع من يحب، وإن كان هو من أهل العبادة في مكان عظيم عند الله، لكن لا يحشره الله إلا من كان له محبة في قلبه وتعلق. وإن كان عبد الله لكن يحب الصالحين يحشر معهم، أما إذا عبد الله في ذلك المكان وقلبه متعلق بغيرهم يحشر معهم والعياذ بالله. Yang mana Nabi SAW juga bersabda di dalam hadisnya, di antara tempat yang paling mustajab doanya atau di antara tempat yang paling agung itu ada di daerah Ka'bah, baina apa? Zamzam wal Khatib, antara Ma Zamzam di situ wal Khatib. Nah, di situ paling tempat yang mulia. Kalau orang-orang umroh biasanya di situ emang dianjurkan untuk bermustajab, berdoa, bertawasul di daerah situ. Tapi yang hebatnya kata Nabi SAW, orang yang beribadah di dalam situ, baik dia 40 tahun atau 70 atau 70 tahun, dia tetap beribadah di dalam situ terus, ya, nggak pindah-pindah. Tapi hatinya tidak berada ta'aluk, tidak ada hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cinta kepada orang-orang soleh, tidak cinta kepada orang-orang yang mengajarkan dia kepada Nabi Muhammad SAW, ya percuma. Mau dia 40 tahun, mau dia 70 tahun di tempat tersebut, kalau dia tidak ada hubungannya antara sama orang soleh, ya percuma saja. وكذلك ننظر إلى أحوال الأولياء والصالحين في هذه الأمة، هم لا يفتخرون بكثرة أعمالهم ولا بكثرة علومهم ولا بكثرة أورادهم، مع أنهم الاستقامة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، لكنهم هم ينظرون إلى ما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوسلون به، وهو محبتهم للصالحين، محبتهم للمقربين، محبتهم لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى. Maka kita melihat dari keadaan wali umatnya Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak membangga-banggakan dengan ibadahnya, mereka tidak membangga-banggakan dengan amal baiknya, tapi mereka melihat mana yang lebih dekat, mana perkara yang akan mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana amal tersebut dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan salah satunya dengan mencintai orang-orang soleh, mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ورد عن الصحابة لما سمعوا هذا الحديث قول النبي أنت مع من أحببت، قال لم نفرح بعد إسلامنا بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فإننا نحب الله ورسوله ونرجو أن يحشرنا الله مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مع أنهم من أهل الجهاد في سبيل الله، من أهل القيام، من أهل الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فرحوا أكثر ما يفرحون بعد إسلامهم بهذا الحديث، حديث المحبة، فيرجون من الله سبحانه وتعالى أن يقبلهم وأن يجمعهم مع حبيب محمد ببركة محبتهم له صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي إمام المذهب، العالم الكبير الولي الصالح المتواضع، كل الأمة تشهد له بالعلم، وهو من أهل العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، مع ذلك يقول في أبيات له
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني أنا مثل أهل المعاصي لكن أحب الصالحين، أرجو أن يحشرني الله مع الصالحين. والإمام الحداد رضي الله عنه الذي هو من أهل العبادات من صغره يصلي كل يوم 100 ركعة أو 200 ركعة نفل لله مطلق من صغره، وهو يدرس في المدرسة وفي المعلامة، وله من العبادات الكبيرة وله من العلوم الكثيرة. مع ذلك يقول في شعره رضي الله عنه: محبة الصالحين ومحبة أهله وسلفه، محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي. أفضل ما عندي هو محبتي للصالحين. ما عنده العلوم لا، المحبة أفضل، عنده العبادات المحبة هي أفضل، وأفضل ما عندي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا من علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو المحبة لأولياء الله والصالحين. فكل ما كانت المحبة أقوى كان الإيمان أقوى، وكل ما ضعفت المحبة دل على ضعف الإيمان في قلب الإنسان. هذا كما قيل أن الصحابة، كما ذكرنا أن الصحابة هم أقوى محبة لله ورسوله. لهذا قيل عنهم أن الإيمان في قلوب الصحابة مثل الجبل الراسي لا يزعزعه شيء، ولا يتأثر لا بطول الزمن ولا بالهواء ولا بالأمطار. الجبل ثابت راسخ لا يزعزعه شيء. لهذا الإيمان كما قال ذكر العلماء أن الإيمان في قلوب الصحابة مثل الجبل، لأن
المحبة لله ورسوله في قلوبهم قوية جدا. وكما ذكرنا أن هذه فضل المحبة وما يترتب عليها، كل ذلك إذا كانت المحبة صادقة وليست محبة اللسان فقط. المحبة الصادقة كما قال الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، تطيعه وتشابهه يعني تماثله في أحواله كله. لهذا كما ذكرنا أن المحبة الصادقة هي المتابعة، فلهذا لما نجد نسمع ذكرنا الأمثلة: الصحابة قوة المحبة في قلوبهم، الأولياء والصالحين، العلماء، الإمام الشافعي، الإمام عبد الله بن علي الحداد، هؤلاء يفتخرون بالمحبة لكونها محبتهم على استقامة، كلهم على استقامة، على علم، على تواضع، على أخلاق، على متابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحوالهم وأقوالهم. فلهذا لما علموا صدق محبتهم فهم يعني توسلوا إلى الله بها أن يقبلهم الله سبحانه وتعالى بقية أعمالهم بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالمحبة الصادقة له ولرسوله وللأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا مما سواكما. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبة الخاصة. ربنا اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقوينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.
اللهم ارفع ما نزل بأمة سيدنا محمد من الأذى والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علي شرارنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. اللهم انظر إلى الإخوان المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل بلدان الأرض. اللهم دمر أعداءهم، اللهم شتت شمل أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم لا نسأل تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين وذو الحقوق علينا، وجزي صاحب هذا المنزل وصاحب هذا المجلس الجزاء التام الكامل، ووفقه دائما لما يحبه واجعله في مفاتيح من أهل مفاتيح الخير مغاليقا للشر، ويجزنا ويجزي عنا وعن نبينا محمد أفضل ما جزيت نبينا عن أمته يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو. Alhamdulillah, sekali lagi kami mewakili tuan rumah mengucapkan syukran jazakumullah khairal jaza kepada antum sekalian yang telah hadir pada malam hari ini, dan menyampaikan permohonan maaf jika ada salah baik pada penempatan ataupun yang lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terakhir, sebelum kita tutup acara ini, faddalu jaturi untuk membentuk satu halago 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.